جوستومون انا قلت خرجتوا خاطر انتم متواجدين في البرتغال كي صدق ربي فما موجودين مصنع في احنا بلدان البرتغال. في 15 بلاد. حبيت تاكيدا لكلامك اون بلوس يقول قائل معناتها نعطيو في معناتها استثمارات للاجانب وكل باش يجيو يستثمروا في تونس، وعندنا شركات في بعض الميادين اهم من الشركات الاجنبيه. سامحني كان تسمح لي ناخذ المثل نتاع الجروب نتاعكم اللي هو نيميرو 1 في رقم واحد في اوروبا. هذه كان توانسه ما يعرفوهاش ولو انه احنا شركه تونسيه ومتواجده في تونس. رقم واحد في اوروبا ورقم ثلاثه يظل في العالم. وفي السنوات القادمه في الثلاث سنوات القادمه الهدف تاعكم ان توليوا رقم واحد في العالم. فهذه يظل من اهم الشركات كشركه ناخذوها اجنبيه خاطر عندكم مصانع في الخارج ايضا. معناتها يقول قال عليهم ما نعطيوش اولويه شركات كيما هكا توانسه ولا حتى اقل من هكا باش نوصلوها للمستوى نتاع الجروب نتاعكم في تونس. هذه مشكله كبيره يلزمها حوار اكبر من اليوم، اطول معناها حوار طويل. اللي تونس ما عندهاش ثقه في الشركات الكبرى. في كل بلدان العالم ثم يسميهم الشركات القطار، لي زونتربريز لوكوموتيف، اللي هي تجبد الاقتصاد نتاع البلاد. في الكوري مثال ثم 20 شركه هذوما قطار. والشركه القطار هذه هي اش تعمل؟ هي تنمي التكنولوجيا، هي تنمي التصدير وتكون عالمية، هي تنمي التشغيل، وهي تنمي تعمل السوتريتانس، الشركات بدو دايرين بها شركات، وهي تجبد الاقتصاد. ما تقدرش شركة صغيرة تجبد الاقتصاد بتاع بلاد. ما تنجمش انت تنمي بلاد كلها شركات صغرى. لازم عندك الشركات هذوما القطار القاطرة، شركات قاطرة اللي مش يجبدوا الاقتصاد. في تونس يخافوا منهم، يقول لك لا يا خويا تولي لي قوه هذه وتولي لي وحده، ماذا بهم يكسروهم. من قبل مش جديده العمليه هذه ومازالت تكمل. ما يحبوش توا اليوم توا احنا مثل من اكبر المؤسسات في تونس، حتى حد ما كلمنا. تماش واحد توا في تونس قاعد يعمل في نمط. اول حاجه كي يجي وزير اول تاع بلاد، اول حاجه انا هما اهم مشاريع في تونس نعمل اجتماع معاهم. حتى حد ما يعمل هذه، ما يكلمكش، ما يقولكش ايجي اعطيني شو المشاكل نتاع في تونس، اعطيني رايك في المواضيع، اعطيني ايش قولك نعملوا. متى ماذا به يخليك هكا ويحكي مع الاجانب، يمشيوا يحكيوا مع الاجانب. يجي عامل مثلا نقراوا في الجرايد الكل للاجانب. عمري ما شفت في الجريده جاوا جبدوا عنا احنا في تونس انا هما اكبر مؤسسات تونسيه، نعملوا اجتماع معهم ونشوفوا رايهم وش يجبوا نعملوا معهم وكيفاش ينجموا هما يشاركوا في التنميه ويشاركوا في التنميه الجهويه وفي كل شيء. فماش الحكايه هذه، خافوا منهم. في البلدان الاخرى مش هكاك. ما دام نقعدوا بالفكره هذه رانا ما مش نخطوا لحد شيء، باش نقعدوا ديما نطلبوا عند البرا باش يسلفونا فلوس، ولا نقعدوا نلحلحوا بالشركات الاجنبيه باش يجي يعمل يستثمر في تونس. نتفكر وقتها انا اول مره مشيت للبرتغال باش نعمل مصنع عندنا في البرتغال، قابلت وزير الاقتصاد. ايش قال لي وزير الاقتصاد؟ قال لي والله فرحت كيفاش توانسه جاوا باش يعملوا مشروع في البرتغال، خاطر قلقنا من الالمان ومن الفرنسيس اللي كيف يجيوا يحبوا يفرضوا علينا راهم. كيف يجي الالماني باش يعمل استثمار في بلاد، ولا يجي اجنبي باش يعمل في بلاد، يقعد يحب يفرض عليك باش تعمل هكا وتعمل هكا، يحب يحكم فيك. ما تعملش هكا وما تعملش هكا وما تعملش هكا، ولو كان تعمل يعمل فيك تقارير ويعمل فيك واحد. اما التونسي ما يعمل شيء، التونسي يحب بلاده، ما تصيرش العمليه. قال لي انتم على الاقل توانسه، انتم بلدان نوتر، ماكش باش تحاول تحكم فينا. هذا ايش قال لي الوزير راس الرئيس، قالها لي مش في اجتماع. معناها يلزمنا احنا في تونس توازن ما بين لازم الاستثمار الخارجي لازم في اقتصاد. اذا ما عندكش استثمار خارجي ما تنجمش عندك بلاد متوازنه اقتصاديا وما تنجمش عندك نمو معناها هام، وما تنجمش تكون موجود في العالم. يلزم كل شيء موجود في تونس، مثل ماكدونالدز يكون موجود، يلزم بيتزا هات لازم يكون موجود، يلزم تكون بلاد عالميه. كي يدخل ثم اللي يسموها فيترين، بتدخل هكا تلقى انت في بلاد عالميه. اما الشركات كل توانسه وفما اجنبيين وثم توازن. اما كان باش تحطها الكل في الاجنبيين ولا الكل في التوانسه، والا باش تقعد تحب لهذا لهذا باش تضيع. يلزم فلسفه اقتصاديه متوازنه، ويلزم زاد فما الناس المهنيين. ما تقعدش تحكي مع فلاسفه ولا تحكي مع
الجامعيين، الاساتذه اللي عنده تفكير باهي وعنده اراء وعنده كل شيء، اما ما جربش، ما خدمش، ما عملش شركه. انت تاخذ في فرنسا معروفه العمليه هذه، كي تاخذ انت ان بروفيسور دونيفرسيتي كبير ياسر وتعطيه شركه، تقول له يا سيدي ها هو الشركه هذه وريني كيف اجى اعمل شركه، تفلس على خاطر هو عنده التيوري، ما عندوش البراتيك. يلزم ناس دي براتيسيان اللي هما يخدموا، يعرفوا يخدموا، يلزم هذا شويه منا وشويه منا باش تكون توازن